السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين إيه؟ في البداية عاوز أشكر يعني الناس اللي كتبت لي كومنتات على الحلقات اللي فاتت، وإن شاء الله بإذن الله هاكمل يعني أعمل حلقات جديدة، والنهارده حبيت أعمل لكم فيديو عن شرح منصة HackerOne، فخلينا نبدأ. بُص هي بعد ما بتعمل account على المنصة بيبقى ده شكل البروفايل بتاعك. خلينا نبدأ، في الأول كده هنا بيجيب لك all programs دي الprograms كلها اللي على المنصة. تمام، هنا عاوز تسيرش عن program معين مثلًا، سوني مثلًا، بيجيب لك الprogram ده. تمام، ده أول حاجة، يعني ما شاء الله بُص عندك 455 program على HackerOne. أنا باحب أنصح الناس اللي لسه بادئة المجال إنها تبدأ على HackerOne عشان فيه programs كتير، في حاجات كويسة كتير عكس المنصات التانية. تمام، هنا عندك my programs. هنا بيبقى كاتب لك الBBB دي 3B دي، هنا الprograms اللي بتدفع فلوس. تمام، الVDB دي الprograms اللي مش بتدفع فلوس. private ده أنت لو عندك private program موجودين عندك بيظهر لك هنا، ده عشان account أنا لسه مكريته فهو فاضي يعني. بس فأنت بتختار هنا اللي أنت عاوز تحدده وهو بيحدده لك. وهنا برضه ممكن بالseverity، وفي options كتير هنا. هنا برضه لو عاوز تحدد هنا مثلًا CIDR، هنا عاوز تحدد بالdomain. هنا مثلًا لو عاوز تختار الapplications الprogram اللي فيه applications iOS، آآ وهكذا يعني اللي أندرويد، هي عندي اختيارات كتير. تمام دي my programs. هنا الbookmarks أنت مثلًا أنت عندك program بتحطه بيبقى فيه star كده فوق، فأنت بتحطه إيه كbookmark، فبتلاقيه هنا لمّا بتيجي تسيرش عليه. الpending invitation، دي الinvitation اللي HackerOne باعتها لك، بس هي pending لسه أنت ما عملتش accept ليها وهكذا، فبتلاقيها كلها هنا. هنا invitation preference. هنا بيقول لك حدد أنت عاوز الinvitation يبقى الoption بتاعها إيه. هنا مثلًا I want to receive invitation to private program دي تعملها yes. both private program invitation هنا لو مش عاوز private، بس يعني ما أعتقدش حد هيعمل كده يعني. هنا بيقول لك do you want to opt out from the cryptocurrency. هنا ما باحبش أشتغل على الcryptocurrency programs، ففعّل yes لو أنت ما بتحبش برضه. هنا بيقول لك only invite me for program that our. هنا بيقول لك invite me بس للprogram اللي بتدفع، مثلًا أنت مثلًا لو حددت هنا $100 $200 $300 فهو مش هيبعت لك الprogram اللي بتدفع أقل من كده. إيه تاني؟ هنا collaboration، الcollaboration دي لو أنتم 2 صحاب مثلًا بتهانتوا مع بعض والprogram اللي بتهانتوا عليه فيه خاصية الcollaboration، فبتبعت لصاحبك يخش معاك في الreport. يعني أنت بعتّ report لprogram ما، فبعتّ لصاحبك إن هو يخش معاك في الreport، فهو بيخش معاك بيشوف كل حاجة في الreport وبتاخدوا نفس الreputation بتاخده برضه، وأنت بتحدد له بقى هو بياخد bounty كام وهكذا يعني. هنا collaboration setting. هنا بقى بتعمل الsetting وهكذا بتاعة الcollaboration. تمام، كده خلّصنا الحاجات اللي ظاهرة لنا دي. بعد كده هنا عندك overview ده الaccount بتاعك. هنا بيبقى ظاهر الimpact بتاعك والreputation والsignal آخر 90 يوم. هنا ممكن تخلّيها سنة، ممكن تخلّيها all time. هنا برضه بيكتب لك الثغرات اللي أنت جبتها وحصل لها resolved، مثلًا الlow الmedium الhigh critical وهكذا. إيه تاني؟ هنا بقى شوية حاجات، هنا مثلًا أنت لو عملت report disclose والناس عجبها يعني وعملت likes عليه في الactivity، هنا بيقول لك إن أنت ممكن تearn 26 point on HackerOne capture the flag. الحتة دي اتكلمت عليها في الفيديو مع فالنيرا. هو أنا الصراحة لمّا بدأت في 2023 حليت كتير جدًا وما جاليش أي حاجة، فمش عارف هل هم عملوا update وبقت شغالة والّا لأ، مش عارف الصراحة. فلو حد
حلّها السنة دي أو من كام شهر مثلًا وفعلًا بتجيب معاه يقول لنا في الكومنتات. إيه تاني؟ هنا بيقول لك الثغرات اللي أنت جبتها، مثلًا أنت جبت ثغرة injection مثلًا SQL injection والّا XSS بيظهر لك هنا، وهنا برضه حليت CTF flags بيظهر لك أنت حليت إيه، ونوع الCTF اللي أنت حليته، نوع الثغرة يعني وهكذا. آآ هو أنا على فكرة باستكشف معاكم برضه إن بقى لي كتير مش باركّز في الoptions دي، أنا بابعت الreport وأمشي يعني. هنا في الretest هنا لمّا بيكون عندك report بعتّه يعني وحصل له triage دي يعني اللي هو اتقبل والثغرة اتقبلت يعني من الprogram، هنا بيقول لك ممكن تعمل retest يعني تشوف لنا الثغرة اتصلّحت والّا لأ، ساعات بيدّيك $50 ساعات 100 ساعات مش بيدّوك خالص والTriagger هو اللي بيعمل retest بس ما أعرفش هو بياخد فلوس بقى والّا لأ. هنا لو أنت في hackers عامل لهم follow وكده هنا بقى الحتّة دي مهمة reputation. إيه reputation دي؟ الreputation دي أنت كل report بتبعته بتاخد 7 point لو حصل له triage سواء bug bounty program أو VDB تمام؟ بس في فرق هنيجي بعدين فيه. هنا أول ما بتcreate account بيدّيك 100 point عشان أنت عملت account، فإحنا عملنا account هو ادّاني 100. إيه تاني الimpact الimpact ده أنت لمّا بتبعت report لbug bounty program اللي هو بيدفع فلوس يعني، كل bounty بيدّيك نسبة من الimpact يعني، حتّة الbounty مهمة جدًا في حوار الimpact ده. الsignal دي عبارة عن إن أنت لمّا بتsubmit ريبورتات سواء في DB أو bug bounty program، يعني أنت مثلًا submit 10 ريبورتات فالsignal بتبقى مثلًا رقم معيّن وهكذا، كل ما تsubmit كتير كل ما الsignal دي تعلى معاك. performance هنا بيقول لك الperformance بتاعتك أنت submit كام report وهنا دفع لك قد إيه. وهنا الtotal payments الفلوس كلّها، وهنا الaverage بتاع الفلوس اللي أنت بتاخدها يعني الbounty بتاعتك، وهنا أكبر bounty خدتها يعني. بس وهنا بيدّيك شوية معلومات عن يعني عن الشهور والperformance بتاعك وهكذا. إيه تاني؟ هنا الريبورتات اللي أنت بتبعتها بتبقى ظاهرة هنا، مثلًا أنت بعتّ report ولسه open مثلًا open دي اللي هو لسه ما حدش شافه، يعني مثلًا عندك هنا new دي أنت لمّا بتبعت report، هنا pending program review هنا لو مثلًا الTreasure شاف الreport وراح عمله pending إن الprogram هو اللي يشوف الreport، هنا بيقول لك need more info، هنا لو أنت بعتّ report والمعلومات بتاعتك مش كاملة أو الTreasure في حاجة مش فاهمها، بيروح عامل لك need more info. هنا بقى الريبورتات اللي حصل لها triage أنا قُلت قبل كده الtriage دي يعني هي اتقبلت من HackerOne analyst أو الprogram نفسه. هنا في الretest بعد ما بيعملوا resolve مش بعد الresolve لأ، قبل الresolve إن هو إيه، لأ صح بعد الresolve لمّا هُم بيصلّحوا الثغرة يعني وأنت هُم بيقولوا لك retest الثغرة دي وشوفها شغالة والّا لأ، فأنت بتretest ساعات بيدّيك فلوس وساعات لأ. هنا بقى مثلًا الduplicate دي أنت لو لقيت ثغرة وبعتّها وحد تاني لقاها قبلك فأنت بتاخد duplicate عليه، دي فكرة الduplicate. informative دي أنت لو بعتّ report وهي أصلًا مش ثغرة فالTriage بيعملها informative. NA دي not applicable إن أنت مثلًا لو بعتّ report لشركة مثلًا الreport ده كان information disclosure وأنت هُم كاتبين في الpolicy بتاعتهم إن هي out of scope فالTriager دخل لقاك أنت باعتها يعني NA information disclosure هيدّيك NA هنا بيدّيك -5 يعني أنت بتاخد -5 لو بعتّ حاجة NA. resolved دي اللي أنت خلاص الreport الشركة صلّحته وحصل له resolved خلاص كده في الspam أنت بقى لو قعدت تقعد تشتم في الTriagger في الريبورتات أو أنت تبعت ريبورتات ما لهاش لازمة على طول فهيدّوك spam ما أعرفش بتاخد -10 والّا قد إيه الصراحة، عمري ما خدتها الصراحة. هنا بقى بتشوف الريبورتات اللي أنت باعتها وكده، وهنا بتختار بقى pending bounty لو في bounty لسه ما اتدفعتش، هنا pending disclosure لو أنت طالب من الprogram إن هو يخلّي الreport بتاعك public أو هنا الretest قُلنا عليها، بس يعني.
ده كل الحاجات اللي هنا. الactivity مهمة جدًا موضوع الactivity ده، هنا الريبورتات الناس بعتتها وحصل لها disclose من HackerOne يعني هُم طلبوا من الprogram إن هُم يdisclose الثغرة دي. عندك مثلًا هنا بس أنا مش باحب الحتّة دي، يعني مثلًا هُم عملوا disclose هنا للreport ده آآ بس ما فيش أي معلومات، يعني مخبّيين كل حاجة. بنرجع نشوف حاجة كده فيها معلومات. هنا عندك IBM برضه IBM كل الروبورتات اللي عليها كده بيدّيك بس الtitle ومش بيدّيك أي معلومات هنا أهو. عايزين نشوف حاجة طيب تانية. هنا ده بقى report شكله حلو. هنا بيقول لك إن هو لقى reflected access هو ده الdomain اللي قال عليه. تمام هنا يعني هنا الhacker أو الbug hunter بيشرح كاتب له hello I found اللي أنا لقيت في domain تاني XSS وبيقول له إن هو يعمل إيه يعني عشان يعيد إنتاج السهرة اللي هي reproduce بس هو بيشرح له بقى كل حاجة steps بيقول له 1 اعمل كذا وبعد كده 2 كليك على الbutton وزي ما أنتم شايفين كده الXSS حصل لها pop up وهنا بيكتب له الpayload الموضوع ده مهم جدًا ليه بقى؟ لو أنت لسه بادئ الbug bounty وكده فأنا أنصحك إن أنت تخش على الactivity وتشوف الريبورتات اللي هي كده يعني عامل لها disclose بالكامل، فأنت بتعرف بقى الbug hunter ده كتب للprogram إيه أو شرح لهم إزاي الثغرة وكده، أو هو زي ما أنت شايف هنا بيدّي screenshot فبرضه في الreport من الأفضل إن أنت تحط screenshots وكده زي ما هو حاطط كده، يعني هو هنا خد duplicate حد لقاها قبليه. دي الفكرة يعني. إن شاء الله هابقى أعمل فيديو إزاي تكتب report بشكل كويس بحيث يبقى شكله كويس ويتريجر يعني يتريجر على طول ما تصعبش الدنيا عليه. بس كده مثلًا هتقعد تخش هنا، هنا برضه مش معمول له disclose بس هنا ممكن تقرا الtitle فممكن يدّيك فكرة هي الناس بتلاقي إيه، لو أنت مثلًا بتhunt على الprogram ده ده إحنا حاطط CVEs هنا، لو أنت بتhunt على الprogram ده فأنت بيدّيك فكرة إيه الحاجات اللي الناس بتلاقيها، فأنت ممكن تدوّر على حاجات شبهها في domains تانية أو subdomains تانية. ده كان CVE تمام. بس هنا بتفلتر لو عاوز تدوّر على حاجة معيّنة، هنا بقى بتختار الdomains اللي عاوز تدوّر بيها، هنا بتختار نوع الثغرة مثلًا هنا لو دوسنا apply ما فيش، نجيب حاجة تانية. المهم يعني هنا بتختار نوع الثغرة وتدوس apply فهو بيجيب لك يعني أنواع الثغرات اللي أنت اخترتها، وفي options تانية ابقى بُص عليها يعني حاجات مش مهمة أوي يعني. نعمل sort هنا بتعمل sort بتحاول تجيب الحاجات اللي حصل لها disclose يعني دي حصل لها من 21 يوم، فإحنا عملنا إيه recent هنا، ده أقرب حاجة حصل لها disclose يعني. هنا الundisclosed ممكن برضه لو حابب تشوف مين اللي بيلاقي ثغرات وكده بالhandle بتاعه اسمه على HackerOne وهكذا. هنا earliest disclose هنا بيقول لك الحاجات اللي حصل لها disclose من زمان يعني عندك 7 سنين disclose ماشي report من 12 سنة فدي الactivity مهمة بحيث أنت تعرف تقرا ريبورتات وتاخد أفكار منها وهكذا يعني.
وهنا بتبقى مضمونة أكتر من إنك تقرا reports أو على medium أو كده، عشان في هنود كتير بيهبدوا وبيكتبوا حاجات مش حقيقية وكده، فأنت عشان تتجنب الحتّة دي اقرا من هنا أحسن يعني. تمام الleader board هنا عندك الleader board الناس اللي بتجيب سعرات يعني وبتجيب reputation عالي. عندك هنا قسموها الأول ما كانتش كده، هنا الbug bounty programs اللي بتدفع فلوس ممكن تختار كده، مثلًا خلّينا نبُص على Egypt. عندك هنا Exalt هتلاقي الناس هنا اللي جايبة سعرات يعني وفي الleaderboard. أخويا عبده هنجيبه في podcast إن شاء الله. ما علينا. بعد كده VDB الناس اللي جابت سعرات في VDBs أكيد هنلاقي Vulnera هنا لسه بادوّر عليها. في Avalar جاي في Avalar. عاوز أقول حاجة برضه عن حوار الVDB هو بيجيب لك private على فكرة، فعشان كده في ناس بتhunt عليه ما شاء الله Vulnera عامل شغل عالي. وهنا برضه بتختار لو عاوز تختار نوع الثغرة broken access control مثلًا، عشان تعرف الناس بتhunt على إيه وكده، يعني مثلًا خلّينا هنا نشوف مين اللي بيجيب broken access control. الشخص ده بيجيب broken access control. خلّينا كده نرجع كده. إمم، تمام. دي الناس اللي بتجيب broken access control. إحنا اخترنا هنا broken access control، فهتلاقي الناس اللي بتركّز على الbroken access control. عندك root أهو. بحيث تعرف الناس بتhunt على إيه وكده يعني. طبعًا بونبون ده وحش ما لناش دعوة بيه جيش. آآ، بس يعني. نرجع تاني. ماشي. هنا لو هتختار all الناس اللي بتhunt على VDB وbug bounty program مع بعض. هنا برضه مصنّفها لك الbroken access control. ممكن تختار injection هيجيب لك الناس اللي جابت injection. بس دي الفكرة يعني هنا بتختار السنة أو quarter وهكذا يعني. individual collective دي تقريبًا حاجة تبع الشركات وكده، تلاقي expo هنا ما جابش حاجة لسه. كده إحنا شرحنا leaderboard. هنا الnewcomers الناس لسه بدأت وجايبة reputation كويس يعني وكده. هنا الmost upvoted اللي الناس عملت like عليها ده حازم. بالضبط كده، يعني هو مثلًا بيبقى عامل report disclose فالناس بتعمل له like فهتلاقيه في المكان اللي إحنا كنا فيه الupvote. إيه تاني؟ بس هنا كل حاجة إحنا شرحناها. بعد كده هنا بقى بييجي لك عند الdirectory هنا كل الprogram يعني عندك الprogram ده لسه معمول. هو لسه معمول إمتى؟ من كام يوم يعني، والناس بعتت 12 report automation شغّالة الله ينور. الscoop. إمم، تمام. بس فأنت هنا ممكن تسيرش على program sony مثلًا، هتلاقي الprogram هنا. أنا مش عاوز أشرح الprograms والتفاصيل جواه عشان الفيديو ما يطوّلش جامد، فإن شاء الله هاعمل فيديو إزاي تختار الprogram بالذات لو أنت بادئ يعني. هو باختصار sony أي حاجة تبع الشركة بتاعتهم في الscope open scope هو، يعني أي حاجة acquisition شركات استحوذوا عليها assets تبع sony assets
تبع الشركات اللي استحوذوا عليها وهكذا يعني. كده فاضل إيه؟ شرحنا دي. هنا بتختار بقى أنت عاوز الprogram تدفع بس والّا الprogram اللي high response اللي بترد بسرعة. managed by HackerOne دي ال الprogram اللي HackerOne أول واحد بيبُص على الreport بتاعها. وفي حاجات كتير بقى وactive program بقى الحاجات الprogram اللي هي active. إيه تاني؟ بس وهنا بتختار بقى الحاجات دي. في إيه تاني ما شرحناهوش؟ بس إحنا شرحنا كل حاجة كده. في حاجة هنا؟ هنا الnotification اللي بييجي لك فيها الinvitation وreport اتقبل والّا لأ وهكذا يعني. هنا user profile. ماشي. خلّينا نشرح دي. إحنا شرحنا الsignal والimpact دي لمّا بتاخد bounty. وإيه تاني الrank بتاعك والreputation. وهنا بقى بييجي لك الريبورتات اللي أنت بعتّها وأسماء الشركات اللي أنت جِبت عليها الثغرات وهكذا. هنا كل ما تبعت ثغرة كل شهر ويتحصل لها ترياج في نفس الشهر بتاخد هنا إيه fire وهكذا. ممكن تقرا عنها أكتر من هنا. هنا بس بيتكتب لك الbugs اللي أنت لقيتها بس اللي حصل لها resolve. يعني في ناس كتير بتجيب bugs كتير جدًا. يعني أنا جايب مثلًا bugs كتير جدًا ومحطوط عندي هنا 42. هُم بس حصل لهم resolve بس أنا عندي فوق ال200 مثلًا كduplicate unresolved وترياج وليلة كبيرة يعني. إيه تاني؟ هنا البادجز بقى اللي بتاخدها كل ما بتجيب ثغرة أو بتجيب حاجة هُم بيدوها عليها badge بتبقى موجودة هنا. هنا الID verification clear. هنا دي ممكن تعملها بالبطاقة عادي. هنا عشان تاخد العلامة الزرقا دي تبقى أكبر من 18 سنة lifetime signal الsignal بتاعك طول الوقت يكون أعلى من 4 lifetime impact يكون 15 عشان تاخد العلامة دي. ولازم تجيب $15,000 عشان تاخد العلامة دي. لازم تنفذ الشروط دي كلها. ربنا يكرمني يعني بال15 دي بإذن الله ويكرمكم. بس كده يعني. هو الناس بتقول بتجيب private وبيديك امتيازات وكده. فمش عارف الصراحة. ممكن نجيب حد ليّا كام واحد برضه صحابي جابوها نسأله على الحتّة دي. بس يعني لو عايز تعمل باسبور وكده. إيه تاني؟ user setting. هنا بيقول لك الname بتاعك والuser name. وهنا لو عاوز تحط data ليك وكده وعاوز تحط اللينكات بتاعتك وكده. إيه تاني هنا الAPI token والsecurity لو عاوز تغيّر الإيميل والpassword. هنا swag. هنا بتكتب بياناتك. يعني مثلًا بتكتب أنت بتلبس مقاس كام large والّا extra large أيًا كان المقاس عشان لمّا ييجي لك تيشيرت مثلًا زي سوني بتدّي تيشيرتات. أنا خدت واحد بس ما بعتوهوش شكلهم مش هيبعتوه تقريبًا. بس وبتكتب عنوان اللي أنت عاوز السواج بتاعك ييجي عليه سواء سواج من program أو السواج بتاع المنصة نفسها. هنا reputation. هنا إحنا خدنا 100. أنت كل ما تsubmit report زي ما قُلت لك بتاخد 7 point. ولو في bounty بتاخد point تانية. أنا ممكن أجيبها دلوقتي برضه حوار ده الinvitation بس شرحناها. subscription لأ مش مهمة. هنا report template. هنا لو عايز تعمل template جاهزة لثغرة معينة بحيث مش كل شوية تقعد تكتب وكده. فالموضوع ده كويس ممكن تعملها من هنا. إيه تاني؟ هنا الdocumentation. هنا بقى عاوز تقرا عن أي حاجة ممكن تقرا عنها عشان تعرف تفاصيل أكتر. آه، عاوز أجيب حتة الreputation أو الimpact بتاعة الbounty دي. ممكن نكتب إيه؟ مش عارف ثواني كده. HackerOne reputation. هنا بيشرح لك هنا.
بُص هنا بيقول لك أنت لو بعتّ report حصل له triage بتاخد 7 point. تمام 7. هنا لو أنت جِبت ثغرة وحد لقاها قبلك بس الreport still لسه ما حصلوش resolved، أول ما يحصل له resolved يعني تتصلّح الثغرة بتاخد 2 +2. هنا بقى باشرح لك حاجات، لو الreport حصل resolved وأنت خدت عليه duplicate هتاخد 0. مش عارف إزاي يبقى هو resolved وأنت واخد عليه duplicate. الformatter مش هتاخد حاجة. لو أنت self close لو قفلت الreport مش بتاخد حاجة يعني، أو مش بيتخصم منك حاجة. الNA هتاخد -5. ربنا ما يوريكم -5 دي. هنا بيقول لك duplicate أهو، هنا لو خدت duplicate على resolved report وهو معمول له disclose يعني الreport public وأنت رُحت بعتّ نفس الثغرة هتاخد -5. ليه؟ لإن في ناس بتستهبل تروح تاخد الريبورتات اللي هي disclose وكده وتروح تدوّر على الثغرة دي وتبعتها تاني، ساعات مش بيبقى معمول لها fix بس ما أعرفش ليه كده. فالمهم يعني خلّي بالك وأنت بتبعت. أنا خدت -5 قبل كده مرتين. لو خدت duplicate على report هو أصلًا مقفول not applicable فأنت هتاخد -5. spam هتاخد -10 زي ما قُلت لك. إمم، إيه تاني؟ حتّة الbounty نبدأ من هنا. لو لقيت ثغرة له هتاخد 7 point وهتاخد 10 point عشان أنت خدت bounty تمام. هنا هتاخد 15 لو هي medium، هتاخد 25 لو هي high، هنا هتاخد +50 لو هي critical. كل ده زائد +7 بتاعة الترياش يعني. بس يعني ده كل حاجة. الفيديو 30 دقيقة طوّلت جدًا. بس يعني ده أنا حاولت أشرح كل حاجة في HackerOne. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، وإن شاء الله يعني هيبقى في فيديوهات جاية الفترة الجاية بإذن الله. يعني هنحاول نعمل podcast ونعمل فيديو زي كده مثلًا، وفي فيديوهات برضه إزاي كانت تجربتي أنا عملت إيه أصلًا في الأول، اتعلمت إزاي، لغاية ما أوصل اللي أنا أعرف أجيب ثغرات في HackerOne وكده، وشوية فيديوهات جاية تانية بإذن الله. فمتنساش تتابعنا أو تعمل لايك وسبسكرايب وتكتب لي في الكومنتات لو في أي أفكار أنت عاوز نعملها كفيديوهات أو حابب أنت حاجة تعرفها وهكذا يعني، وهنعملها إن شاء الله. بس كده، مع السلامة.